اهلا بيكم حبايبي، رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده في طاروت الاسطوره جودي. تعالوا بقى بينا نشوف طاقه الشخص اللي بيفكر فيك دلوقتي. الشخص ده عايز يقولك ايه، ويا ترى ناوي على ايه معاكي خلال الفتره الجايه. طبعا قبل اي حاجه ما ننساش اللايك بتاعك الجميل، الاشتراك عندي في الصفحه دي الصفحه التانية ليا، ما عنديش اي صفحات تاني. تعالوا بينا نشوف طاقه الشخص ده. لو حابين حجز القراءات الخاصه تواصلوا معايا عن طريق رساله بالصفحه. هو ايه طاقة الشخص ده تجاهك؟ الشخص ده طلع من حياتك، والشخص ده طاقته انه لسه بيحبك ولسه حاسس اتجاهك بطاقة ندم عليكي، على ان هو طلع من حياتك، ان هو سايبك، ان هو ممكن يكون جرحك او اذاكي نفسيا بكلامه. الشخص ده ممكن يكون شخص متكبر، شخص ممكن يكون نرجسي، ممكن يكون شخص كلامه احيانا بيكون جارح، او بيكون شخص غامض في كلامه في افكاره تجاهك. ولكن واضح انك انت الوحيده اللي شغلت بال الشخص ده وخليتيه حاسه تجاهك بمشاعر، وحاسه تجاهك ان هو اول مره يحب او اول مره يتعلق. الشخص ده بيحبك قوي لدرجه ان لما طلع من حياتك من كتر ما هو حبك بسرعه اتعلق بيكي وبقى عنده طاقه انجذاب بيكي وبحياتك. واضح ان الشخص ده حاول ان هو يتهرب من العلاقة دي، ممكن بكلامه ممكن بظروف، ولكن الشخص ده حس اكتر انه حبك، وحس اكتر ان هو مش عارف يفرقك. شايفاه بيراقبك، شايفاه ان هو مركز معاكي، مركز على حياتك. شايفه كمان ان الشخص ده شايفك جميله جدا، شايفك فيري سكسي، شايفك انك انتي مهتميه بلبسك، باناقتك، بشياكتك. شايفك كمان ان انتي جسمك حلو قوي، او ملامحك حلوه، ممكن تكوني عيونك ملونه او عيونك مميزه، او ملامحك حلوه جدا لدرجه ان الشخص ده عنده طاقه غيره، وبيشوفك ست مثيره جميله العيون عليها. وساعات بيخاف ان حد يتقرب منك، او حد ان هو يعني يحاول يكلمك او يدخل حياتك. الشخص ده عنده طاقه انجذاب للتواصل معاكي، بيحلم بيكي جدا، بيتمنى ان هو لما يعرض عليكي رجوع او يعرض عليكي تواصل مره تانية انت ما تصدهوش او انت ما ترفضيش. جايز يكون شايفك اختفيتي من حياته، او جايز يكون شايفك انشغلتي، ولكن واضح ان هو عايز يتاسف لك، يستسمحك، وشايفاه انه راجع لك بعد قرار حاسم، قرار بالارتباط، قرار بالزواج، قرار بان هو اختارك لقلبه ولنفسه، مش عايز حد غيرك تاني. الشخص ده مكتفي بيكي انت، مش عايز غيرك. طبعا مننساش اللايك والاشتراك في الصفحه، واشوفكم على خير الفيديو القادم.